عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. المرة اللي فاتت كنا انتهينا من الستارتنج فيتشر بالكامل. النهارده هنبدأ في فيتشر جديدة وهي الأوس فيتشر. لو رحنا على الديزاين بتاعنا هنلاقي إن إحنا عندنا الأوس فيتشر. لو بصينا على السكرين هنلاحظ إن إحنا عندنا فيها تكست ويجت وكمان تكست ويجت وتكست فيلد متكرر وزرار وتكست ويجت كمان. فتعالى نبدا ويجت عندنا وهنروح على الكود بتاعنا، نخش جوه الليب فولدر، جوه الفيتشر، جوه الاوس، جوه الساين اب فيتشر بتاعتنا. هاجي هنا جوه السكافولد عندي في البادي، هستخدم حاجه اسمها كاستم سكرول فيو. هاجي جوه البادي عندي هستخدم حاجه اسمها كاستم سكرول فيو. كاستم سكرول فيو دي بتاخد مني حاجه اسمها سليفر، ونبني اول سليفر عندنا اللي هي ويدجت تكست. هاجي هنا عندي واقول له سيت سويت، هسميها كاستم تكست. هقول له بترجع لي تكست، بتاخد مني تكست. هاجي هنا اقول له عندي فاينل سترينج تكست واستقبلها في الكونستراكتور. تعالى ونضيف اول سليفرز عندنا، سليفر تو بوكس ادابتور. التشايلد بتاعها اول تاخد مني تكست. تعالى نضيف النص اللي عندنا، نضغط كنترول اس، هنلاقيه ظهر عندنا فوق. تمام. تعالى نقول له هنا نرتب الاين عشان يسنترها لي. تمام، هو سنترها لي في النص. تعالى نديله الستايل بتاعها بقى من التكست ستايل. تعالى ونشوف الستايل بتاعها واخد ايه. لو وقفنا عليها كده هنلاقي ان هي واخده فونت سايز 24. كولر من الاب كولرز عندنا دوت، كله فونت ويت. تعالى بول 600. تمام. تعالى بقى ناخد الوجهة دي عندنا دي، كنترول اكس، وهاجي هنا اقول له عندي وجهة، اعمل دايركتوري اسميه وجهة. اقول له عندي اول وجهة عندي، اقول له كاستم تكست، كنترول في. تعالى نضيف كده. شايف كده الكود بتاعك نظيف كلين ازاي وتمام. تضغط كنترول اس، ده فهمنا النص التاني على طول. تمام. واجي هنا اقول له عندي ساين ان، نبني التكست فيلد بتاعنا. هاجي هنا هقول له عندي ستيتس ويجت، اقول له كاستم تكست فيلد، واجي هنا اقول له عندي فيلد تكست فيلد بتاعي. تمام، واخد ده كوبي. ناخد دي كوبي الاول، واقول له كنترول في. هاجي هنا هقول له التشايلد بتاعك هو الكاستم تكست فيلد. ظهر عندك التكست فيلد بتاعك اهو. تعالى بقى نهندل التكست فيلد دوت ونبنيه. عندنا نديله ديكوريشن. هنقول له الديكوريشن بتاعك عبارة عن input decoration.
هاجي جوه الانبوت ديكوريشن هقول له عندي الانيبل بوردر بتاعه، هقول له اوت لاين بوردر عشان يدي لي حواف من بره، اقول له كنترول اس كده هو ادالي الستايل اللي انت شايفه قدام مني الاول. ولكن لو دوست عليه كده هتلاقيه اختفى معايا. ليه؟ لان ده الفوكس بوردر مش الانيبل بوردر ولكن الفوكس بوردر. فتعالى كده نقول له الفوكس بوردر، اقول له من الاوت لاين بوردر كنت كوما هنا الاول. تمام، ودي كنترول اس ظهر معانا كده. تمام، بس احنا كده مش صح لان احنا كررنا هنا الكود مرتين. فتعالى ناخد ديت في فانكشن خارجيه ونقول له هنا الاوت لاين بوردر، هنا اقول له ريتيرن بيرجع لي الاوت لاين بوردر. هاجي اخد هنا الميثود بتاعتي دي واضيفها هنا وهنا. هتيجي تقول لي كررت الكود، اقول لك لا طبعا لان ده لسه هديله جوه منها ستايل كتير، فانت كده سهلت على نفسك واستخدمت كود واحد يهندل لك الانيبل بوردر والفوكس بوردر. تعالى بقى نديله لون. هنيجي جوه الفانكشن بتاعتنا. تعالى هنا هنقول له بوردر سايد، اقول له بوردر سايد، اقول له الكلر بتاعي، اقول له من الاب colors دوت كنترول اس ولا لونه ايه. تمام، هنيجي تحت نقول له هو واخد بوردر ريديوس. تعالى نديله لون بقى. هنيجي هنا هنقول له بوردر سايد، اقول له من البوردر سايد عندي، اقول له عندي الكالر، هقول له من الاب colors دوت كنترول اس. خد اللون بتاعي. هاجي اقول له تعالى نقف عليه كده ريديوس، اقول له بوردر ريديوس دوت سيركلر 16. تمام، لو جينا وقفنا على السكرين بتاعتنا كده وضغطت كنترول الت كنترول وقفت عليه هلاقيه واخد من الهوريزونتال 36. ولو جينا وقفنا على الساين ان هنلاقيها واخده 32. اذا انا عندي السكرين كلها واخده بادنج 32. تعالى ندي السكرين كلها بادنج 32. هاجي على السنجل شايلد سكرول فيو هقول له بادنج سيمتريك هوريزونتال 32 في كنترول اس. تمام، احنا قلنا عندي واخد هو كام؟ واخد 36. 36 من 32 4. هاجي هنا اقول له عندي واخد بادنج سيمتريك هوريزونتال، اقول له هنا 4 عشان اكملهم. تمام، ونشوف هنا المسافات واقفل دي. ماشي، واجي هنا اقول له عندي التيشيرت بتاعي سايز البوكس الهايت بتاعه 113. تمام، اخد ده كوبي كنترول سي واطلع على السكرين بتاعتي الاول بين الويدجت دي والويدجت دي واقف عليها الاقيها واخده 6. هتيجي هنا اقول له كنترول في، اقول له دي عندي 6 كنترول اس. بعد كده هاجي بين الساين ان والوجه اللي فوق منها 53.
هاجي هنا هقول له كنترول في 53، كنترول اس. تمام، انت ممكن مش تلتزم بالديزاين. هاجي هنا اقول له كنترول في عندي مساحة 22، كنترول اس زي الفل. هاجي عندي هاخد التكست فورم فيلد ده بتاعي كوبي، وهاجي هنا هقول له عندي واحد كمان اسميه باس وورد 45، كنترول اس. تمام كده. تعالى بقى ندي التكست بتاعنا نديله كلر زي ما واخد في الديزاين بتاعنا، واخد هنا كلر برضو. تعالى نيجي هنا نقول له من الفيل كلر، هنقول له من الاب كولرز دوت بيك، كنترول اس. ما ظهرش معاك ليه؟ لانك لازم تيجي هنا تقول له من الفيلد بتاعي ترو. تمام، كنترول اس، ادي اللون بتاعنا ظهر وكله تمام كده تقريبا. احنا تعالى ندي بقى السكافولد بتاعتنا الباك جراوند بتاعها، هنقول له هنا من الباك جراوند كلر، هنقول له من الاب كلرز بتاعنا دوت برايمري كلر. تمام، بعد ما هندلنا التكست فيلد بتاعنا، تعالى بقى ناخد التكست ده كده كنترول اكس، وهنروح على الوجد بتاعتنا ونقول له عندي كاستم تكست كنترول في. تعالى نضيف هنا التكست بتاعنا. شايف الجمال؟ شايف السكرين عندك الكود عندك نضيف ازاي؟ تعرف تعمل فيه اي تعديل، تعمل اي حاجة، تضيف، تستخدم الكود في اكتر من مكان. كنترول اس. تمام، احنا كده لسه عندنا الزرار. طب هنكتفي بهذا القدر عشان وقت الفيديو، وان شاء الله هنخلي، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل ازاي نتعلم ازاي الفاليديشن، وازاي ونهندل الزرار اللي عندنا، وازاي ننافيجيت السكرين اللي بعدها. ومستنيكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وما تنساش اشتراك في القناة وتعمل بلايك، ولو في اي حاجة قول لي في الكومنت وانا هرد عليك على طول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.